قشرت البطاطا وقطعتها لشرحات، حطيت لها ملح وفلفل وزبدة، وحاولت الشرحات يكونوا رقاق، وراح احطها هلا بالفرن نص ساعة على درجة حرارة 200. هلا بنخفق 3 بيضات، ضفلهم قريب 3 كاسات حليب، بس انا رح اضيفهم شوي شوي. نخفق. وحطيت ملح وفلفل، حطيت ملح وفلفل، كمل ضفت الحليب، 3 بيضات، ملح وفلفل، و3 كاسات حليب. ضفت الخليط بقدونس وجبني مبشورة، أي نوع جبنة بتفضلوا، ورح نخلطهم شوي شوي ونتركهم على جنب لتطلع البطاطا. طلعت من البطاطا من الفرن، أول شغلة لازم نتأكد منها إنها طرية، بطاطا بتجنن. مهم هلا الخليط اللي عندي مجهزة معلقة أنا بجهة، باخد واسكب بشكل متساوي فوق، اسكب الخليط بشكل متساوي. هلا بعد ما سكبنا الخليط نرجع على الفرن ليحمر الوجه الفوقاني. اوكي، واذا هزيناها لما بدي اطلقها، مهم اذا هزيناها ما رح نلاقي المرقة او الحليب اللي فيها عم يتحرك لانه جمد من البيض. اوكي، هاي طلعت صينية من الفرن محمرة ظريفة، طبعا ما في شي عم يتحرك.